ناخد المعلومة الطبية بتاعت النهاردة، وهي ازاي لما يكون في حد عنده حمى يعمل كمادات مية. واحنا بنبرد ايه يا جماعة؟ احنا بنبرد الدم. الدم اللي هو من روح الله، اللي لا يمكن لأي إنسان إن يعيش من غير دم، اللي لا يمكن لأي مصنع أو أي جهة أو أي مخلوق على الأرض إن هو ممكن يصنع هذا الدم، لأنه من روح الله. احنا بنعمل الكمادات في 3 مناطق عشان احنا بنبرد ايه؟ الدم. فنيجي على أكبر حاجة في جسم الإنسان فيها أوردة وشرايين، وإن احنا ايه؟ نعمل عليها الكمادات. بنعمل على الرقبة وتحت الباط وفي منطقة الجروين اللي هي منطقة الفخذ أو منطقة الحوض. وعايز تعمل في منطقة الفخذ اعمل في منطقة الفخذ. طب الناس بتحط راسها تحت الحنفية. طب انتوا فكرتوا؟ فكرنا. بس ما تعملش كمادات هنا. حط راسك الشعر، لأن الشعر ده فيه شعيرات دموية. كل شعراية دي فيها شعيرات دموية، فانت هتبرد الدم اللي موجود في الشعيرات الدموية. يبقى احنا لما نيجي نفكر في الكمادات، ولازم كل بيت يكون فيه ترمومتر. احنا عندنا 3 أنواع من القياسات. طبعا الحاجات المودرن الجديدة دلوقتي اللي بتشوفها من على بعد دي والحاجات دي هي بتبقى مكلفة شوية، لكن في بيوت بتجيبها. لكن انت عندك 3 أنواع أو 3 طرق لقياس الحرارة، يا إما تحت اللسان، يا إما تحت الباط، يا إما في فتحة الشرج. هنا ما بتزودش ولا تنقص. تحت الباط بتزود نص، في فتحة الشرج بتقلل نص. أعتقد إن كده كل الناس لازم يبقى عندها ترمومتر، لأن أنت أحيانا تقول أنا سخن بس أنت مش سخن. الفيصل هو القراءة، الرقم. عشان كده بنقول الأرقام لا تكذب. عشان كده ما نقول إن الحياة 85 والإسلام 85، يبقى إحنا، يبقى ربنا كمان قادر على كل شيء. كل سنة وحضراتكم طيبين، ورمضان كريم علينا كلنا، ويكون رمضان الخير على أمة الخير، على أمة الإسلام. ونوحد الله ونصلي على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل اشتراك في القناة، وتعمل أو سبسكرايب، وتعمل إعجاب، وتسيب لي كومنت في التعليقات لو عجبتك الحلقة. شكرا ليكم. كل سنة وحضراتكم بخير وصحة وسعادة.